تفتكر اللي شطب لك شقتك ده مهندس بحقه حقيقي ولا مجرد نصاب؟ هو ممكن يكون نصاب اصلا؟ ليه لا؟ تعال نشوف. معاكوا ديكو مصمم داخلي، وفي مجالنا ده في نصابين كتير قوي ممكن تقابلهم، وانا جايلك عشان احذرك منهم. لو لقيت ان الديزاينر اللي معاك بيجمع لك شويه صور من على بنترست بياخد رايك فيهم من غير ما يسالك عن ذوقك او احتياجاتك او يفهم منك انت ايه متطلباتك في بيتك اصلا، اعرف ساعتها ان هو مجرد نصاب، وفي منه كتير ده. عندك بقى الباشا اللي مش لاقي شغل، ده لما يشعر نفسه في المجال يدخل لقط منه رزقه كده، قام واخد لك كورس ماكس مع اوتوكاد وقال لك على نفسه ديزاينر. اهو ده بالذات بقى لازم تبعد عنه، لان هو مش فاهم اساسيات التصميم الداخلي من الاول اساسا. شغل عباره عن انه هيرص لك شويه بلوكات بشكل عشوائي، كانه بيرص لك شويه مكعبات جنب بعض بشكل مش علمي خالص، وده مش هتعرف ضرره غير لما تكون خلاص شطبت شقتك وعشت في فراغ عشوائي. عندك بقى كبير النصابين، وهو بقى للعلم مصمم فعلا، بس تقدر تقول عليه المصمم الغبي. ده اللي اول ما تبدا معاه نقاش يفرض عليك ستايلات معينه بعينها زي المودرن مثلا، لان تنفيذه سهل، بس هو اكيد مش هيقول لك كده، لا ده هيبررها لك بان ده الترند اليومين دول وده اللي بيعيش، ويفضل يجيب لك اسامي ستايلات غريبه عليك ويرتب لك كده كلامه بشكل منمق ويعمل لك فيها فاهم كل حاجه، وهو كلامه كله عباره عن دخان كتير من غير كفته. ابعد عنه، لان هو مش حاطط في الاعتبار انك انت اللي هتعيش في البيت، هو كل اللي باصص له هياخد منك القرشين، ينفذ نفس الديزاين اللي بيعمله كل يومين ويروح بعدها يعيد نفس دوره حياته في النصب ده كل يوم. يعني لو انت من الشخصيات اللي عايز ستايل معين او عايز تعمل حاجه معينه في بيتك، هو مش هينفذها لك، لانه ببساطه مش حافظ غير اسطمبه واحده بينفذها للكل. واكيد مش محتاجين نتكلم عن العصابه اللي بيشتغلوا متر ب80 و70 و60 والحاجات الغريبه اللي بنشوفها دي، دول في خانه لوحديهم دول. بكده نكون خلصنا اول حلقه معانا واتكلمنا عن شويه من النصابين اللي في المجال. قول لنا انت كمان تحت في الكومنتس مين النصابين التانيين اللي انت شفتهم في المجال عشان تحذر غيرك منهم. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تدعمها بلايك وشير وفولو وسبسكرايب وكل الحاجات الحلوه دي عشان نكمل في المحتوى بتاعنا، واكتبوا لنا برضه تحت في الكومنتس عاوزين تشوفوا ايه الحلقات الجايه. وبكده اقدر اقول لكم سي يو في الحلقه الجايه.